اولا امبابي غير صحيح، كل ما تكلم عنه انه فاوض الهلال غير صحيح. سعد اللذيذ طلع وتكلم قال ان كل شيء غير صحيح، الهلال ما فاوض امبابي ابدا. ايضا سعد اللذيذ يا اخوان يقول ان في لاعب فاوضناه في الصيفيه ورفض، والان رجع فاتح الموضوع معنا بالشتويه، ممكن ميسي ممكن مودريتش، وانا اشوف في اللقاء الاكبر على مودريتش. ما بخصوص ساديو ماني يا اخوان، سعد اللذيذ يقول ان ما فاوضناه للاهلي ولا النصر، النصر على طول فاوض اللاعب. من نظرتي انا متاكد ان الهلال بيجيب بديل نيمار في الشتويه، وبيكون لاعب خارق وقوي وفئه اي. ايضا على كلام سعد اللذيذ ان لجنه الاستقطاب والشيء اللي قاعدين يجيبونه حاليا مو على سنه واحده، لا هذا على رؤيه 2030، يعني لسه في حاجات كثير، في لاعبين بيجون، في ملاعب تبنى، في حاجات كثير راح تصير. الشتويه برضو راح يجون لاعبين كبار وفئه اي طبيعي، وانا متاكد ان الهلال راح يكون له نصيب من الشيء هذا. الاتحاد ان شاء الله